العراقية الفضائية، وهذه حلقة جديدة من برنامج واحد المبدعين. رمضان كريم عليكم، يعود عليكم بالخير والمحبة والسلامة والألفة. اليوم ضيوفي غير ضيوفي، شيء ما يشبه شيء. أستاذ مهندس في مجال الإعمار، وست في مجال الفن، الست أديبة. أهلا وسهلا بك. أهلا بك أستاذ علي. رمضان كريم. الله أكرم، رمضان كريم على كل العراقيين. تسلمين. وعلى الأمة الإسلامية جميعا إن شاء الله. شكرا لك. رمضان كريم عليك إن شاء الله، يعود عليك بالخير والسلامة والإبداع والصحة والعافية للجميع إن شاء الله. أرحب بالأستاذ المهندس كامل الكاملي. رمضان كريم عليك. أشكرك، رمضان كريم وربي يوفقكم ويسلمكم. بصراحة أنا اليوم أنتم مبدعين وأنا فرحان بكم احنا أكثر فرحانين بك. واليوم نسوي دردشة حلوة ونشوف التقارب بين الفن والإعمار. مرات يقولون إن الإعمار هو هم فن. أكيد فن يعني فن تذوق، يصعب على البعض القيام به، يعني يعتمد على الموهبة. يعتبر فن حسي، فن حرفي أكثر ما هو حسي. حرفي عفوا. أكيد حرفي. فن حرفي. آخر أعمالك سجلنا رمضان جلسات ومقالب طبعا. نعم. راح سووا بيك مقالب؟ نعم سووا بي مقالب. يعني كل سنة ما تخلصين من المقالب؟ ما خلص، مستحيل. أنا أموت من أموت يلا يعرفون مقلب من المقالب راح أموت. احنا بصراحة دائما نطمح انه نسمع صوتك. عمري نريد نسمع لنا شيء بداية الحلقة والبرنامج. من عيوني من عيوني. الله يسلمك. اكيد جمهوري الحبيب مشتاق الصوتي. اكيد صار له هوايه ما سامعني. شغني لهم. كيفك تغني لنا؟ نعم الله. والاستاذ كامل همينه يريد يسمعك همينه ان شاء الله. راح اغني لهم يا حبذا أغنية علي من يا قلب. من عيوني من عيوني من عيوني، ذوقه جميل. علي من يا قلب تعتب علي من، هويت وجربت ومنت بمن. علي من يا قلب تعتب علي من، هويت وجربت ومنت بمن. مال الحب امانه بس هجر وخيانه. مال الحب امانه بس غدر وخيانه. وعلي من يا قلب تعتب علي من. جميل جميل. عاشت يديك وعاش صوتك وصح لسانك. فدوى القلب. تسلمي اخوي. استاذنا العزيز، انت هناك بالغربه تسمع هاي الاغاني؟ يعني مو دائما. لكن اولادي من تسمع هاي الاغاني يعني اكيد يزيد بي الحنين، ويعني تدمع عيوني. اكيد. انا يعني سبب ارتدائي للنظارات هو حساسيه عندي في النظر. سلامات. ويعني اغلبيه هذا الموضوع اجى من بكائي على الحنين للعراق. الله. شوف. يعني انا توقعت من دا يتكلم الاستاذ قلت هاي جزء من الاعمار والتراب اللي يشتغلون به، ولا قلت توقعت يعني عيونه. فانت للحنين للوطن؟ اكيد. يعني الوطن يا اخي يعني نفس الام الكبيره. الام الوطن كل احنا تجمعنا. نعم. من تبعد عن امك استاذ علي شو يصير بيك؟ تتاذى جدا. اكيد طبعا. يعتبر الوطن مثل الام. مثل الام بالضبط. انا عندي انت داخل العراق. تحنين للعراق انت وداخل العراق؟ انا وداخل العراق احل العراق. تصدقني علي؟ ما جربتي تطلعين خارج طلعت بالخارج ما قدرت ابقى. أنا هواية سافرت، هواية عندي حفلات. شنو رأيك بالمغتربين العراقيين اللي خارج العراق؟ الله يساعدهم والله يقويهم والله يساعدهم. شلون متحملين؟ علي أنا من أروح بنفس اليوم من مو أوصل للدولة اللي رايحت لها بنفس اليوم أبكي. من يودونا للفندق اقوم ابكي، اقول لهم رجعوني اريد ارجع، ما اقدر وما اكل علي. بس ما شاء الله عيونك يعني قويه، ما لابسه نظارات. لا ما لابسه نظارات. ان شاء الله دائما قويه، وان شاء الله تتخلص من الحساسيه. ألمي بقلبي. استاذ كامل، مجال ابداعك انت في ظل ظروف موجودين باوروبا مبدعين، فانت اهنيك على انه تميزت عن الكم هذا الهائل من المبدعين. فاريد اعرف نوعيه ابداعك.
انا ابداعي يعني انت تعرف اكيد شفتوا في التلفاز اكو بعض المهندسين اقترحوا انه تكون هناك بنايات دواره او متحركه. نعم. هذا شيء عادي ومعروف، لكن انا بنيت برج قد يتبادر بالذهن انه البرج عادي بناء من اي مهندس كان، يعني لكن المفروض انا بس. الابداع يكمن في بناء 88 طابق تحت الارض تحت البرج، يعني تحت الارض؟ تحت الاساس البرج؟ مهندس. مكمله للبرج، تحت البرج؟ يعني مكمله للبرج مكملة، حسيبه، يعني مكمله ست للبرج أديبة. ست اديبه عفواً. مكمله للبرج، مكملة للبرج. 80 طابق ما شاء تقريبا. الله. هذا كل ما يعني شلون انتم تسموها يعني يفول في المؤجرين. يكون يعني يشتغل. ترفع البنايه طابق من تحت الارض، لذلك يعني يكون قصده استثمارها اكثر للمستثمر. يعني هو قصدي 6 أديبة. اختراعك استاذ، عفوا ممكن. اختراعك هذا تصميمي عذرا وليس اختراع. عفوا تصميمك؟ تصميمي عفواً. يعني مثلا انت تيجي يعني البنايه مفوله. ايوه انتم شلون تسموها بالعراق؟ ايش تقولون؟ يعني أنا مؤجرة كثافة السكان يعني يعني عندما ياتون مؤجرين اكثر يجون هذا كفة. يرفع جكات خاصه، جميل. طابق او طابقين حسب المؤجرين تصميمك هذا. على العلم. ما شاء الله. ليش تضحك علي؟ شنو السالفه؟ اقطع تصوير شباب. استاذ شلون تدخل؟ شنو؟ انا ما اعرف شنو سبب ليش الضحك؟ استاذ ما اقتنعت. لا انا اقتنعت والله والله. من يصير كثافه سكانيه وتفول ما هو هذا يعني ما هو العمارة أستاذ، انا اتشرف اكيد بس ما شايف. حضرتك انت اكو شيء صاير هنا شباب لا هم لا مقتنعين. بس وقفنا التصوير يعني. إيه، لا، انت يعني شنو شهادتك او تحصيلك الدراسي؟ انا بكالوريوس فنون جميله. فنون اذا ما جميلة. تستوعب اكبر من عقلك يعني. بعد انه بتتهمني شنو هالميانه لا اللي لا ما هو لا 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 ما هو عذرا استاذ. احنا متشرفين بيك استاذ، بس احكي لي بشيء اقدر قصده ما تستوعب اللي دا يقول. ما استوعب. 88 ما طابق تصدق اللي دا ماكو يقول. 88 طابق. الامكانيات اللي موجوده في الخارج عكس ما موجود ايه هنا صح عندكم. علي صحيح. إحنا امكانيات جكات برا عملاقه تختلف عن انا الامكانيات. كل شيء انا حفرت متحف في داخل جبل ولم استخدم اي اله حديديه. ممكن نرجع للجو ونحكي بهذا الموضوع ونعود ذاك الموضوع. نعود ذاك الموضوع لانه بصراحه انا ما اريد يعني انا ارجو مشاهديني بشيء انا ما مقتنع به. لا ارجو برنامجي يعني انا هذا اعدادي بس انتوا جايبين مهندس كمهندس ومبدع. صدقيني حتى يعني الاخراج ده يقولوا لي شنو هالحكي هذا يعني. اسفين يعني بس الامكانيات برا تختلف عن هنا. يعني مثلا انا تحب صحيح علي. اقول بنيت لي مثلا عماره ولو شو تحب تقول انا هذا ابداعي. لا استاذ اكيد انت مبدع جاي يعني مقابل الست اديبه مبدعه ولا غبار عليها. اختصاصك مبدع ولو ما نفهم بالضبط يعني اللي او ما ما نصدقه. رمضان كريم. أعزائي المشاهدين عدنا وياكم بعد الفاصل وبرنامج واحة المبدعين. استاذنا العزيز ممكن التليفون صامت لانه احنا ما يصير ياثر على الصوت. لا ما هو اجاني يعني مسج يقول لازم تتصل لي ضروري. ممكن إيه؟ ناخذ فاصل ونرجع لكم اعزائي المشاهدين. هذا ضروري استاذ؟ ضروري جدا. يجوز ضروري. اذا ضروري شكو بها علي. خف الان. الو احكيها معكم. شنو يقول جوال. ايه يا ابو حاتم. لا ممكن برا ممكن. انا كل شيء اصدق برا. ايه ممكن يا اخي. نعم. ايش قد الماتوا؟ شنو؟ يا اخي 20 ومضايد واذا ماتوا 20 الباقيين وين؟ شنو؟ طالعين؟ شنو؟ 300 جرعه عادي يا اخي. يا اخي عادي سهل الامور. عماره وقع شنو يعني؟ يعني عادي يا اخي ابو انا في العراقيه اطلع واتصل لك. اوكي حاول لا تتصل بعد. غلق ممكن تخليه صامت لانه لو صامت لو يغلقه ولا كل ساعه. نسيت منين يغلق نسيت. صار شنو هذا اللي صار؟ شنو الماتوا شنو؟ لا عماره واقعه هنا. عماره وين بالعراق ولا باوروبا؟ لا بالعراق. ويلي هو يعني ليش واقعه؟ ما هي ادوات البناء الموجوده في العراق عكس ما موجود في اوروبا. دخلت هاي صار في 20 واحد ميت وهاي مشكلتك انت غير تشوف النوعيه بالسمنت والنوعيه بالامور. عموما ارجع اللقاء. شنو هو مصمم العماره علي؟ أنا وقتي. ليش هو مصمم العماره؟ طبعا
لا انا ما مصمم، انا المقاول اللي مقيم الشركه مالتي نفذت اللي في العراق. ايوه 20 واحد ميتين تقول له عادي ولا يهمك؟ عادي. وشنو ليش تقول له 20؟ عادي استاذ؟ 20 عادي. شلون ليش؟ المؤجرين لو واحد مو عادي لا المؤجرين يروح. المؤجرين 300 ست. فانت ضمنت 280. لا 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 يعني 300 اكو شو اسمه ما اعرف ايش قد مصاوب يعني جرحى. اي تسمى مصاويب اسمه مصابين مصابين حتى ما يعرفون مصاويب اي صار له هوايه استاذي العزيز. علي شنو السالفه؟ شنو السالفه؟ اي انا ما مجبور يا حبيبي. لا عيب علي. اوكي استغفر الله. نرجع للجو استاذ، نرجع للجو. ارواح العالم عندهم صارت هيك. استغفر الله العظيم. حتى ما اعرف شلون واللي تربى بالخارج يا اخي انت عندك واحد بالعماره العاطفه تنتزع من قلبه. معقوله يقول لي ابكي على العراق؟ أيوة أستاذ. كيف قلت لي انا ابكي على العراق؟ اللي يتربى برا ويعيش برا العاطفه تصير جافه. ما اسمح بهذا لا الكلام. ضيفتي مو تسمح لا انا دا اعبر عن رايي بصراحه. تسمح ولا ما تسمح؟ عندك واحد من اقاربك ميت بالعماره. كل العراقيين اقاربي، كل العراقيين اولادي، كل العراقيين اخواني. شنو ما ابيع؟ لا مو مساله انا ما ابيع، انا وطنيه. ارجوك انا احب بلدي واحب شعبي. وطنيه جغرافيا هذا ما يخصني. انا مو هذا 20 واحد ميت عندك استاذ. شلون تقول لنا انا جايبني مهندس يعني بعدين المشكله مو يمي. اول شيء انت المفروض تحترم ضيفتي ومبدعتي. ما هي تقول انتزع من قلبه يعني انا انسان مجرد. شلون تقول على الميتين وخليه يموتوا؟ مو مشكله 20 او 10 ما ادري ايش قلت هسه بلي فيما معناه انه ما يتم. انا قلت تمنيت التصوير يكون دائر ويعيدون الحلقه. ايش قلت؟ انا قلت عادي في 20 عادي افضل من 300 افضل من 300 والله لو واحد هم مو عادي. يعني ست اذا عندك 6 جهال ايه ويحترقون 3 وثلاثه طيبين تبكين؟ طبعا ابكي كلهم اولادي طبعا ابكي. ما هو 3 موجودين لي من تربينهم. ولوش العماره توقع؟ لوش هذا لا ما وقعت العماره هذه ولوش يعني ولدك احترقوا مثلا. وزعلت من قالت لك العاطفه تنتزع من عندهم وايد. طبعا انتم على الناس عمليين يقول 20 عاشوا. شنو هي؟ شنو رايك ست؟ عندك رقاله اطلع انا انت ماخذ فلوس حبيبي، انت ماخذ فلوس وجاينا يعني شنو تجيب الفلوس وتطلع توكل بالله. مساعد ممكن اكمل يا ست اديبه؟ علي شنو السالفه؟ لحظه غير تختارون ضيوفكم علي. لا ست لا تتلفظين هذا. أنا محترم. انا ما تجاوزت عليك اسمح لي. دا اقول له غير تختارون الضيوف. اي وانا ايش بيه؟ ادري انت كلامك ما منطقي وما موزون وما شنو ما موزون؟ يمكن يعني شوي انا ما اعرف اتكلم. لا حشاك ما انا قايل ما تحترم تعرف تتكلم. انا ما محترم. انا جاي ما تحترم يا اخي انا جاي. لا علي مو هيك. لا هذا فد واحد نصاب. وانا جاي اضحك بالعراقيه وبوجودك وبشهرتك وبطيبتك وانا حتى يشوفون المشاهدين العراقيين. احترم نفسك ولا نصاب. سخيف. انت نصاب ناصب على هواي ناس. لا سخيف. لا انت سخيف. لا انا مو نصاب. انت نصاب وعشرات انا ارفع لا تصورون من فضلكم لا تصورون. انا ارفع دعوه. ماك تصوير. ارفع دعوه عليه. ارفع 20 دعوه عليك 30 دعوه انت. شنو الدعوه عليك 30 دعوه. شنو الدعوه؟ اجيب لك 1000 مؤلفه ناس تقول اتحداك تجيب واحد. تتحداني؟ نعم. انت تحلم تطلع بالتلفزيون استاذ ولا ما ادري شنو. انت تحلم تطلع بالتلفزيون لعلمك. ليش احلم؟ استضافوك يعني معناها انت مبدع. انت انجازات عندك. انت خلوق. انا اسف لانه قاعد اللي يطلع بالتلفزيون خلوق. اول شيء خلوق. انا مني شيء ما بدا. لا بس كلامك غير منطقي. كلامك يقول عماره وقعت. انا شعليه بالعماره. 20 واحد ميت. ليه جاك لك مسج وقال لك عماره وقعت؟ تصميمك العماره تصميمه نصاب مقاول. آلاف مؤلفه ناس. اذا مقاول شلون لا توقع العماره وانت مقاول؟ جاي من اوروبا يضحك على العالم. بس الصوت منكم علي. انتوا اللي استضفتوا. لا انا جاي فضحك. انت مدفوع. انت مدفوع. مشتكي انا جاي مدفوع من تضحك علي. لا انت مدفوع. تفضل حبيبي. لا علي. تفضل حبيبي. تفضل ابني. شو اسمك انت؟ السلام عليكم. هاني. هذا تعرفه؟ اعرفه هذا. منو؟ هذا اكبر كلاوتشي. اكبر كلاوتشي. مسوي روحه مقاول. خليه يحكي اسكت. لا زين. خليه يحكي اسكت. مسوي روحه مقاول. استاذ. هذا ولا بالخارج اكبر نصاب. زين احنا بالخارج جاي يضحك على العالم. قطعة بيت احنا قوة اخذناها، هيك قطعة هيك مسافة والله شاهد علينا،
الله شاهد علينا قوه اخذناها بنيناها زين سويناها طابقين غرفه لاخويا فوق شهرين هيك ماكو قوم انهدمت الغرفه على اخويا وراح هو وزوجته واطفاله واولاده هدمتها انت بالك لو جو حسبي الله ونعم الوكيل عليك حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل عليك زين حسبي الله ونعم الوكيل شادي بلطجيه شنو؟ لا الله يجزاك وعد الله يجزاك وعد كلاشي ليش ابن اخويا شهرين راح جوزتها شنو؟ حسبي الله ونعم ايش بكم علي؟ هاي ليه تزيد علي ليش؟ الزموه هذا الزموه طلعوا برا طلعوا برا كاظم مجلد كاظم مجلد شوار مبارك يمه روحي يا روحي يا روحي يا روحي يا روحي كاظم مجلد الكتيبه ايش بيك؟ صادو رمضان كريم. شلون غيرتي انت بمقلب طحت بيها بس انت كونك امراه طحتي بيها شرب مي هدي استريح على انا الولد خفت على الولد برنامج كاميرا خفيه عبالي فلتت منك هذا قلت لهم ايه هالمره فلتت منك حافظ العيال ان شاء الله موت تصير على كاظم وقلت لهم الموت راح تصير عليك يتكاظم والولد بس شلون غير الشكل؟ عندنا ماكير شلون ماكير؟ برافو يا ماكير برافو لبس التشيك ولبس التشيك برافو يا ماكير حبيبي برافو مغير شكله حبيبي برافو عليك طيب على لسانه هذا نورك قلبي حبيبي فدوى القلب عينك عجبتني اليوم ما لابسه الباروكه مالتك وش لحها هذا متوقع صدق والله وقلت اخاف توقع يعني من دا اغني من اسوي يا اقول انا مو طبيعي هذا انت الشرف حبيبي كاظم حبايبي انتم انا احبكم جدا احبكم ومن خابرني البارحه اسعد قلبي وروحي قال لك انا ضيف عد علي نجم قال ضيف كنت عد علي نجم انت اليوم قلت له بعيني رمضان كريم. سؤال برنامج طحت فيها لهذا اليوم عن الفنانة أديبة. ما هي الأغنية اللي اشتهرت بها الفنانة أديبة؟ 1 تانيني صحة عمي يا جمال. 2 بصرة وعينة مكحلة. أرسلوا رسالة قصيرة ب1 أو 2 على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. اربحوا ويانا جهاز تبلت 2 طن مقدم من شركة دينكا للأجهزة المنزلية. ست ديبة انت اليوم ضيفتنا حبيبي واكيد عزيزه وشرفتينا في برنامج طحت فيها القناه العراقيه الفضائيه. شو تحبين تقولين لجمهورك بهذا الشهر الكريم؟ اقول لجمهوري الحبيب كل عام وانتم بالف خير، رمضان كريم وينعاد عليكم بالسعاده والافراح والهنا والمسرات والامان ان شاء الله رب العالمين. وبس الله يحفظنا من كاظم مدلل يمكن زد لغمه تشوفون. انت طبعا اكيد انا اريد احكي ويا اقاربك. عماي موتت المراه على ايده خذوا فصل منه اذا متى تاخذوا فصل من كاظم مدلل. انا ما لي علاقه بالعماره مالتك. ما لي علاقه قلت هذا شنو؟ مو قلت لك هو عراقي؟ اردني على سوري. اعزائنا جمهورنا الكريم انتظرونا وحلقه جديده من برنامج طحت بها من العراقيه الفضائيه. شكرا جزيلا.